السلام عليكم احبائي، كيف حالكم؟ اليوم ان شاء الله يا ربي بما انه قرب موسم الصيف غادي نوجد معكم هذا العصير اللي كيجي منعش وكيجي المذاق ديالو قمه في الروعه. شوفوا البنات كيفاش كيجي اللون وكيجي الشكل انيق بزاف. ان شاء الله غادي نبداو نوجدوا وصفات الصيف يعني بحال الكلاص ودلي تشيز كيك. المهم غادي التورتات الصغارين، يعني غادي نوجد معكم هيدا الحاجات اللي كيتحتاجوا في الصيف. المهم انا هنا بالنسبه لهذا العصير عندي هنا 400 غرام د الفريسه، عندي هنا واحد الليمونه، وعندي هنا كاس د السكر ما يعادل 61 غرام. صافي هنا غادي نجيبو هاد الفروته، يعني هاد الفريسه من بعد ما نقيناها وغسلناها وخليناها تقطر غادي نقطعوها مكعبات صغارين كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. بهذه الطريقه هذه غادي نوضعوها في واحد الاناء وغادي نضيفوا ليها الحامض والسكر. انا هنا وضعت السكر بالنسبه لكميه السكر اللي بغيتو، عصر ديك الليمونه وضعتها وغادي نغطيها وغادي نخليها على الاقل واحد المده ساعه المكانه او لجوج ساعات. المهم انا هنا خليتها شي 3 ساعات كما كيمكن لكم تبيتوها ليله كامله. صافي هنا غادي نخليو داك الفريسه ديالنا في هذا الاناء وغادي نوضعوها في الثلاجه. وهنا بعد ما دازت واحد 3 ساعات علاش كنخليو هذه المده هذه اللي قلت لكم؟ شحال ما خليتوها المده اطول شحال ما هي كتطلق داك العصير ديالها. نتوما شوفوه كتطلق ديك العصير، كيجي العصير ديالنا معلك وكيجي فيه واحد الطيبه خطيره. حسن كما كنوضعوا فريسه كنطحنوا هذيك الساعه كنخليوها هذه المده طويله كيجي العصير احسن. صافي هنا غادي نطحن العصير ديالي كيف ما كتشوفوا. انا كنشارك معكم التجربه ديالي. هنايا غادي نعصر واحد نصف يطرو ديال البرتقال او التين او الحامض كيف ما كتشوفوا. صافي هنا من بعد ما طحنت فريسه ديالي كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. غادي نوضع ليها هذا العصير ديال التين. كيجي في صراحه الله هذا العصير منعش وكيجي لذيذ بزاف. وهم من هذا الشيء كامل، يعني اهم هذا الشيء كامل البنات هو كيجي طبيعي بدون مواد حافظه. كتعرف شنو كتعطي لوليداتك وشنو كتقدم للضيوف ديالك. هنا من بعد ما وضعت ديك العصير ديال التين غادي نخلطوا هيدا واحد التخليطه خفيفه كما كيمكن لكم تخلطوها في الخلاط ديال الكاس اللي عندها الخلاط، يعني المونينيكس ديال الكاس. صافي بهذه الطريقه هذه وغادي نجيبوا هنا واحد المصفات وغادي نصفيو هذا العصير ديالنا. شوفوا البنات القوام ديالو كيف ما كيجي قمه في الروعه والمذاق ديالو كيجي مزيون بزاف ولذيذ. غادي نصفيو هذا العصير ديالنا. ها هو الفيديو كيشرح راسو فيديو، ما كاينش اللي ما كيعرفش يعمل العصير، غير كل واحد والتقنيات ديالو كل واحد والطريقه ديالو. انا بصراحه الله جربت اني نرقد فريسه في السكر ونخليها واحد المده طويله كيجي العصير لذيذ، لان كما توضع فريسه توضع على السكر توضع على التين وطحنو. ديك الطريقه هذه اللي عملت انا كيجي العصير ديالها لذيذ على اخر وكيجي ثقيل كيجي خاطر. المهم صافي هنا كيف ما كتشوفوا صفيت الفريسه ديالي مزيان. اللي ما بغاتش تصفي ما تصفيش، انا كيعجبني دائما نصفي فريسه باش كيبقاو ديك الزريعه ديالها كتبقى في الصفايه. كيجي العصير صافي هيدا كيف ما كيعملوا يعني في يعني شي فنكواري في المطاعم في الافراح وداك الشيء. مع العلم هو في الافراح ما كيكونوا شي مكونات ديالو هيدا كيعملوها بطريقه اخرى كيوضعوا له يعني حاجات اخرين. المهم انا هنايا غادي نوضع 4 كاس د الماء، هاد كما كتشوفوا معايا الماء بارد غادي نوضعوه على هذا العصير ديالي. صافي هنا العصير ديالي ها هو جاهز يعني للشرب. غادي نحركو هيدا واحد التحريكه يعني خفيفه بالمعلقه وغادي نوضعو في الكؤوس التقديم. خليكم معايا نشوفوه في الاخير في كؤوس التقديم. وهذا هو الشكل العصير ديالي من بعد ما وضعته في كؤوس التقديم. انا كل مره كيفاش كنقدمه يعني فوقاش ما كنعملو لوليداتي او الضيوف ديالي كنقدمه بطريقه يعني واحده اخرى. المهم البنات كان هذا هو الفيديو اليوم خفيف وظريف كيف ما كيقولوا. نتمنى نكون استفدتوا منه ونتمنى يكون عجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصل لكم كل جديد. ها نتوما شوفوا البنات هذه عاود بطريقه واحده اخرى قدمته بطريقه واحده اخرى. في الاول الفيديو شفتوا الصور كيفاش كانوا، وهنا هذه الطريقه هذه بحال هذه اللي قدمت دابا كتعجبهم الاطفال. بهذه الطريقه هذه كما كتعرفوا اي طفل كيحماق على الفريسه او الفراوله. الا كانوا كيعجبوكم فيديوهات بحال هادو قولوها لي في التعليق وانا ان شاء الله يا ربي ما غاديش نبخل عليكم. المهم نخليكم استودعكم الله والى اللقاء.